نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، إنها دعوة من الله تبارك وتعالى، دعوة ربانية، دعوة إلهية بالفرار إليه واللجوء إليه. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله. الأمر لا يتحمل التأخير. والله أيها المسلم، والله إن الأمر لا يتحمل التأخير، لا يتحمل التواني، لا يتحمل التواني، لا يتحمل أنك تقول سوف أكبر، سوف يكون لي مال، سوف يكون لي زوجة، سوف تكون لي سيارة. الأمر لا يتحمل، الأمر سريع. ولذلك عبر هنا في القرآن بقوله: ففروا إلى الله. ماذا يعني بالفرار؟ الفرار هو الهرب. اهرب اهرب أيها المسلم من المعاصي والذنوب. بالله عليك، لو كنت في وادي وجاء سيل هادر يغرقك، تبقى مكانك؟ تبقى في مكانك؟ لو جاءت نار محرقة وهي تجري بسرعة تقف في مكانك؟ لو كان هنالك سبع كاسر وجاء مقبلا إليك أتبقى في مكانك؟ لا. اهرب أيها المسلم من العادات والأوضاع السيئة، اهرب من المعاصي والذنوب، اهرب من الغفلة، اهرب من التواني، اهرب من الشرك، اهرب من البدع، اهرب من المعاصي جميعها. فقال: ففروا إلى الله. هذا ينبئ أيها المسلم بوجوب الإسراع. أسرع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. اهرب أيها المسلم، وليس في ذلك عيب، بل العيب خلاف ذلك. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فقال: ففروا إلى الله. ومما الفرار ذكر الذي نفر إليه نهرب إليه وهو الله جل وعلا. فمما نهرب تركت ما أعلمت. من ماذا نهرب؟ نهرب من العقاب الأليم والعذاب العظيم، أو نهرب من تسوير الشيطان الرجيم الذي قال الله تبارك
أو أبهم الهرب مما منه تهرب، لأن المهروب منه كثير، المهروب منه كثير، ولذلك نكره هنا قال ففروا إلى الله. ممن نهرب؟ من أشياء كثيرة يا أخو، كثير وكثير جدا، لكن الفرار إلى الله تبارك وتعالى في كل ذلك. المهروب إليه واحد، المهروب إليه واحد، وهو الله جل وعلا. إني لكم منه نذير مبين. هنا من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بشير ونذير. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لكن هنا أفرد النذارة فقط. لماذا؟ لأن الحال تستوجب ذلك، فإن الأمر فيه تهديد، الأمر فيه تهديد، ولذلك قال إني لكم منه من الله، فذكر المرسل والرسول والمرسل إليه. إني لكم المرسل إليهم، وقدمهم لأنهم هم المستفيدون من هذه النذارة، من هذه النذارة هم المستفيدون. إني لكم منه، ثم ذكر المرسل وهو الله، نذير وهو الرسول نذير. فمن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسمائه النذير، فهو منذر بين يدي عذاب شديد. إني لكم منه نذير مبين بالآيات القاهرات والأدلة البينات والمعجزات الظاهرات، مبين بين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، لا تجعلوا مع الله إلها آخر. وهنا تلازم بين العقيدة والعمل، بين العقيدة والمنهج. فقال إني لكم منه نذير مبين، وكرر في الاثنين، كرر في الاثنين. إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. من الناس من يعبد الشجر، ومن الناس من يعبد البقر، ومن الناس من يعبد البشر، وهذا ينكر على هذا، وهذا ينكر على هذا، وهذا ينكر على هذا، ولكن حقيقتهم واحدة في أن المعبود هو غير الله تبارك وتعالى. فقال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. والتأليه أيها الإخوة أيها المسلمون هو أن تجعل شيء من العبادة لهذا المؤله، من دعاء أو رجاء أو توكل أو استغاثة أو استعاذة أو استلاذة أو ذبح أو نذر أو صلاة أو صيام أو غيرها من العبادات. إذا صرفت شيئا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد اتخذته إلها من دون الله. وقد ينكر الكثير من الناس على عباد البقر، وهو حق. كيف تعبد بقر وهو أنقص منك، حيوان يبول ويتغوط أجلكم الله؟ كيف وصلت العقول إلى هذه أجلكم الله هذه السذاجة؟ وهو حق بالإنكار، لكن لا ينكر على نفسه أنه يعبد البشر أو يعبد الشجر يطوف حولها أو ينذر لها أو يذبح عند أعتابها. أعادوا بها معنى سواع وود، وما ذاك في ودي، وكم ذبحوا في شوحها من نحيرة أعدت لغير الله على عمدي. قال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني لكم منه نذير مبين. إني لكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ
الرسالة وجاهد في الله حق جهاده، قام بالواجب الذي عليه، الذي أرسل إليه، الذي أرسل من شأنه صلوات الله وسلامه عليه، فقال إني لكم منه نذير مبين. فالواجب على المسلم في هذه الأزمان وخصوصا في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن، كثرت في هذا الزمان الفتن، فتن لا أول لها ولا آخر، الواجب عليه الإسراع وعدم التأخر في الهروب، في الفرار إلى الله تبارك وتعالى من الأوضاع السيئة. انظر أي معصية أنت عليها ففر منها، انظر إلى أي واقع فيه مخالف للشريعة ففر منه، فر أيها المسلم، فر من المعصية فرارك من الأسد، لأن هذه المعاصي هي التي تستوجب دخول النار. فأسأل الله تبارك وتعالى معاشر المسلمين أن يجعلنا وإياكم من الوقافين عند حدوده، المؤتمرين بأمره، الساعين في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، البعض منا معاشر المسلمين قد يحدث الله تعالى له نعمة كنعمة الزواج، فيبذخ في الأموال ويذبح المواشي التي لو أطعم منها ما يساوي 1000 فقير لكفى، أو لربما يزيد أو ينقص. نعم، الوليمة للأعراس سنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة، ولا يجب أن تذبح أصلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى على أمنا صفية رضي الله تعالى عنها بالتمر والأزواج الأخرى غير اللحم، ما ذبح شاة، والأفضل هو الشاة لمن وجدها. لكن اليوم تدخل هذه الأفراح وهذه السرادقات، هذه الخيم التي توضع فيها مئات الرجال، مئات يذبحون، يأتي ب1000 كيلو، 200 كيلو، 300 كيلو من اللحم، لو وزع على مدينة لكفاها، أو على قضاء أو على ناحية لكفتهم. هذا يوجب أيها المسلمون، يوجب علينا التحذير والتنبيه لذلك، فالكثير من المسلمين من الشباب قد أحجم عن الزواج من أجل هذه التكاليف، يحجم الأب، يحجم، لربما عنده هذا المال الذي هو المهر أقل بكثير من المال الذي سوف يضعه على هذه الأفراح، يضعه. ولذلك معاشر المسلمين ينبغي علينا أن نعمل بالسنة. اذبح شيء قليل يا أخي، اذبح شاة، شاتين، 3 بقدر ما تستطيع. وهذا الأمر يا إخوة، هذا أيها المسلمون، هذا يسير اليوم، والناس تزيد اليوم بعد الآخر، فلان فعل له كذا وفلان، ولا يقصدون بذلك إلا التفاخر والأبهة، تفاخر. ولذلك ارحم ابنك الشاب أيها المسلم، ارحم ابنك الشاب الذي ينتظرك متى تزوجه. انظر متى يخلص من هذه الشهوات، وهذا البلاء اليوم مفتوح
شهوات لا أول لها ولا آخر. فارحموا أولادكم، ارحموا شبابكم، سارعوا بتزويجهم، ولا تقف هذه الأشياء، هذه الرسوم، هذه العادات لا تقف بينكم وبين هذه السنة، بل قد يكون واجبا، بل قد يكون تزويج الشباب واجبا. فسارعوا معاشر المسلمين، خصوصا في هذه الأيام التي كثرت فيها فتن والله على الشباب، فتن على الشباب وهم في ريعان الشباب وعندهم الشهوة متوقدة. ارحموهم أيها الآباء، زوجوهم، لا تقف أمامكم هذه العوائد وهذه الرسوم التي لا قيمة لها، لا تقف دون تزويجهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الإسلام قائمين، وثبتنا على الإسلام قاعدين، وثبتنا على الإسلام راقدين، ولا تطع فينا عدو ولا حاسدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته. اللهم أصلح لنا شبابنا الذين هم عدتنا، وأصلح لنا نساءنا. اللهم زينهن بالحجاب والحشمة يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شؤوننا جميعا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين وبلاد فلسطين رخية رخيصة مدفوعا عنها الغلاء والبلاء، ووفقهم للرجوع إلى كتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.